كان عندي واحد داك الحلم ديال نحرق لبرا نهار، كنجمع حوايجي، كنجمع الصاك ديالي، لا بشي باطو شي حاجه. هذا هو سعيد بغى يعيش السعاده ويحرق لاوروبا، ولكن زهره العوج غادي يحرقوا لموزمبيق. سعيد عمره ما كان سعيد في حياته كامله، لقى راسو انه تزاد في دوله اللي ما كترحمش، اللي ما كتعقلش على الشباب ديالها، والحاله ديالته كمعظم الشباب ديال هذه الدوله السعيده. لقى راسو واصل 24 سنه، لا خدمه لا ردمه، بالدبلومات ديالو وبالباك ديالو وما ساوي حتى شي حاجه، لحقاش الباك خاصو باباك، والايام كتمشي ليه من بين يديه نهار بنهار، وهو مسكين ما قادر انه يدير حتى شي حاجه الايام ديالو. تيفرق في السيفيات على ما يدوي مع بنادم انه يلقى ليه خدمه، والو ما لقى حتى شي واحد يعاونو في طريقه المظلمه. وكيف ما معروف على سعيد انه ما تيزكاش وما تيهداش، تيقلب ديما على الخدام. واحد النهار غادي يمشي يحط واحد السيفي ديالو في واحد الشركه فلانيه، وغادي يقول لي الاساس ديال هذيك الشركه: اوليدي بلا ما تبدا تعيف راسك، ما كاينلاش انك تبقى تفرق السيفيات وتعطيهم غير للغارديان. راه شتي كاع الشركات اللي كتعطيهم السيفيات راه حاجه وحده اللي كيديروا لها، هو انه السيفيات من الشهر للشهر فاش تيكثروا تيديوهم لمول الزريعه يبيعوهم، لحقاش المدير ما فيه ما يصدع راسو. هو غالبا غادي يسول شي واحد من البيرسونيل: واش خصنا شي واحد في هذه الخدامه، جيب لنا شي واحد وصافي بلا ما تعيي راسك مع السيفيات اوليدي، لحقاش وليدي هاد السيفيات ما غاديش يوكلوا لك شي حاجه كاع. سعيد ملي غادي يسمع هاد الكلام غادي يقول: ويلي، واش انا 24 عام بالباك ديالي والدبلوم ديالي وما نساوي والو، نمشي نضرب ما بشي حرقانه كاع، كاينش مشكل كاع، اللهم يا كنا القرش ولا يا كنا الفقر في هاد البلاد هادي. وبكثره التخمام وسهر الليل سعيد غادي تكون ايام ديالو كحله ديال بصح، ايام اللي ما يمكنش لك انك تشاح حتى لعدوك، فما بالك لواحد الشاب اللي طموح في الحياه ديالو. وزيد هذاك الضغط ديال العائله، الضغط ديال المجتمع، الضغط ديال الناس اللي كل شيء حاضي، كل شيء ما عرفش باغي يدير. هذا الشيء تيخلي سعيد انه ديما يكون بحال شي واحد اللي غادي يتفرقع. واحد النهار مجمع مع ولاد الدرب ديالهم تيقول لهم كيفاش الحريق، كيفاش كذا هادي، واش داكشي منه شي حاجه ما منوش. واحد ولد دربهم حتى هو خاطر في هادشي، تعرف الحراقه، تعرف كيفاش تتم العمليه ديال الحريق. نصحو نصيحه وحده، قال لي: خويا سعيد بعد من كحل الراس وسير بوحدك الا كنتي باغي تحرق. وفعلا سعيد غادي يصبح الصباح واحد النهار وغادي يقرر انه باش يعلق لطنجه، البلاصه فين جميع الحراقه اي واحد باغي يحرق تيقصد هذيك البلاصه، هذيك العوينه بالضبط، بغرض واحد، هو انه يحرق شي حرقه اللي مسوقره شي شويه. لفين؟ لاوروبا. وفاش سعيد غادي يوصل تما غادي يبان لنا انه الحراقه اغوغو، وما يمكنش انه شي واحد غادي يدوز من بين داك الكم الهائل ديال العساسه، كل شيء حاضي مع كل شيء والبق ما يزهق منه. وبانت ليه لافير انها خاويه، ما مناش كثرت المخزن وكثرت الحراقه، باين انه ما غاديش يتلاقاو، وباين انه المخزن الوصيه الوحيده اللي موصينه هو انه الحراقه ما يدوزوش. بقى سعيد على هذه الحاله هذه مكرفص، ما شبعانش نعاس، ما شبعانش في كرشو، تيبات غير في الزنقه، حالته حالة الكلاب. واحد النهار هو يقول مع راسو: تمني كاع على هذا الصداع هذا كامل، يلا رجع غير حدا ميمتي نشوف شنو غادي ندير، نشوف ان شاء الله يسهل لنا الله في شي خديمه. ولكن سعيد ديما كيتفكر ديك الحقره اللي تحقر 24 عام في بلاده، وتتفكر ديك المعاناه ديال انه ما لقاش خدمه، ويقول: شوف، سيمانه ولا جوج ما كاينش مشكل، غادي نصبر لهاد التكرفيس، ولكن داكشي اللي في راسي وعلاش جاي انا لطنجه خاصني ضروري انني نطبقه واخا نموت معاهم. وفعلا غادي يجي واحد النهار اللي غادي تنوض البلباله في المرصى والمخزن كامل وغادي يتشغل وما غاديش يبقى مديها في الحراقه. وهذه هي الضربه ديال سعيد، عرف راسو انه ما خصوش يزقل بالبر هاد الضربه هادي. فشنو مشى دار؟ مشى دغيا تخبى في واحد الباطو، ما عرفش هذاك الباطو فين غادي بالمره، شد الكوان ديالو حدا واحد الموطور، واحد الكوان اللي مظلم، واحد الكوان اللي ميمكنش لك انك تجلس فيه حتى ساعه، وغادي يجلس فيه سعيد لمده ديال 12 ساعه، حتى بدا الباطو كيتحرك شويه بشويه. وسعيد غادي يبدا تيبكي واحد شويه بالفرح، وغادي يعرف بلا الخطوه الاولى قد تمت بنجاح. وعرف سعيد بلا بقات ليه غير شي ايام قليله باش انه يوصل للحلم ديالو،
أوروبا، القارة العجوز التي لا طالما حلم بها شحال من شاب مغربي. فدازت على هذه الحالة لمدة ديال 3 أيام. المدة ديال 3 أيام هو سعيد مكواني حدا الموتور في هذيك البلاصة المظلمة اللي حتى شي واحد ما يمكنش انه يوصل لها الا الا كانوا باغيين شي حاجة من الموتور. وسعيد كان تيحسب الايام ديالو بواحد نوكيا بيل، ومره تيشعل البيل تيشوف شنو كاين حداه. كما كاين حدا شي طوبه ولا شي حاجه بحال هكذا اولا شي ماكله يقدر يدمق فيها في هذيك الطريق ديالو. ولكن التليفون غادي يطفى ليه من بعد النهار الثالث، وسعيد غادي يولي عنده النهار كاين الليل والليل كاين النهار في هذيك البلاصه. وغادي يوليو شدوه التناوي، وغادي يبدا يقول اجي علاش ما نخرجش نمشي نضرب واحد الدويره الا كنت نقدر نمشي للكوزينه ولا شي حاجه ندمق. ولكن سعيد عارف انه الا مشى حتى خرج الطاقم ديال هذاك الباطو غادي يقشعوا 100% وما يمكنش انه يزقلوا، غادي يرجعوا لبلادو. وفي نفس الوقت هو تيسول راسو تيقول وايلي باطو على قدو مازال ما قدرش انه يقطع غير المسافه ديال 15 كيلومتر. ويلي فين غادي بينا هذا الباطو هذا؟ تا زودياك تيوصلوا للناس غير ب3 سوايع، وانا باطو على قدو مازال ما وصلتش. دوزت 3 ايام وسط من البحر ومازال واقيلا ما ضرب حتى النص. هادشي غير اللي حسبت انايا. حتى لواحد اللحظه اللي الباطو غادي يزقى وباين بالله انه تبلاصه في المرسى، والخدامه هنا بداو تيتحركوا بداو تيخرجوا. وسعيد قال مع راسو بالله صافي وصلت، الحمد لله واخيرا قدرت انني نوصل لاوروبا. فسعيد كيف ما معروف على الحراقه لبس حويجاته وقد الحاله وقرر انه باش يخرج. فمع الخرجه غادي يبان ليه واحد مونامي، واحد العزوه، وغادي يقول تويلي كما هذا مونامي حتى هو كان معنا في الباطو. لا واقيلا حتى هو حراق بحال، لا غير نسى. واحد شويه تيدور راسو تلقى مونامي واحد اخر، عاود تاني عاود تالت عاود رابع، تلقى كلشي مونامي. هو يمشي عند واحد عزوات تيسولو تيقول ليه اكسكيزي موا، ما حيت باقي تيدويو فرونسي تماك. كيدوي معاه تقول ليه اش من نهار حنايا وفينا دوله حنايا. ومونامي تيجاوب واحد الجواب اللي ما يمكنش انه سعيد كان تتخيلوا ديك الساعات غادي يجاوبوا به. غادي يقول ليه بالله حنا النهار فلان فلاني وحنا راه كاينين في الموزمبيق. وسعيد غادي يشد راسو وغادي يبغي يتصدى. تا كيفاش انا خارج من المغرب باش نمشي لاوروبا صدقت في الموزمبيق؟ وهنا فين عرف بالله سعيد الزهر ديالو ماشي غير معوج، فات العوجيه الليل. غادي يبقى سعيد تماك لمده ديال شهر ديال التكرفيس، ديال المعاناه، ديال قله النعاس، الجوع، القمل، البشاعه ديال بصح. حتى لواحد النهار اللي غادي يتلاقى مع واحد السيد تماك اللي هو رجل اعمال في الموزمبيق، رجل اعمال معروف تماك. سعيد غادي يتقرب لهذاك الراجل وغادي يبقى يحكي ليه على المعاناه ديالو، وبالله هو قاري مسكين عنده دبلومات ولكن طاح في البلاد الغلط وقرر انه باش يحرق لاوروبا. وعوض ما يحرق لاوروبا ظهروا معوج هو يدور الباطو الموزمبيق. بقى تيشوف فيه ذاك رجل الاعمال، هو يقول له عرفتي شنو غادي دير سعيد؟ انا عارض عليك العشاء، اجي عندي التعشى وما ربنا نسمعك شي اخبار الخير. سعيد منين عرف هذاك الراجل ديال الاعمال باغي قال بالله الحمد لله نقدر نصوفي ونرجع لبلادي صافي، ما بقيتش حامل هنايا. لقاش الموزمبيق كيف ما عارفين اخوان راه ماشي بحال المغرب، راه المغرب راه فايته بسنوات ضوئيه. غادي يمشي يتعشى عند هذاك رجل الاعمال، وذاك رجل الاعمال ديجا هو كان خاصو شي واحد اللي يكون تيثيق فيه بحال البرادروا ديالو، يكون تيهتم بالاعمال ديالو. فين هو تيكون غابر ولا شي حاجه تيمشي هذاك خونا اللي تيثيق فيه تيقضي الشغل ويقول ليه سعيد ما يمكنش لي انا نلقى شي واحد ما احسن منك. وسعيد غادي تعجبو لافير، غادي يقول ليه ما كاينش مشكل نخدمو معاك هانيه، انا الموت ومشيت لها بقيتي غير انت ما نخدمش معاك. هو يتعاشر مع ذاك رجل الاعمال وبدا سعيد كيدخل شي شويه ديال الفلوس، وهذا الشيء راه في الموزمبيق. حتى لواحد النهار هذاك رجل الاعمال غادي تجي عنده بنته للبيرو، وسعيد غادي يضرب عليها وغادي تعجبو البنت وغادي يقصد ديرك با. غادي يقول ليه فلان راني عجباتني البنت عندك بغيت نتزوج بها. والراجل الاعمال قال لي بالفرحه عليه يمكنش لي انني نرفضك السي سعيد. سعيد كان من واحد محروم لواحد اللي ولات كيتقال ليه السي سعيد. هو يتزوج ببنت هذاك الرجل الاعمال ويعيش سعيد في الهناء
والرخاء، ودار الفلوس في واحد البلاد اللي ما كانش انه تتوقع كاع انه غادي يمشي ليها. والعبره الاخوان من هذه القصه هذه، اسمع معايا مزيان، ما تمشي غير فين ما مشاك الله. كان معكم خوكم ايوب ارسلان، فيديو كل 3 خميس سبت غادي تلقاوه في لاباج مع 9 ديال الليل. استودعكم الله، السلام عليكم.